بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات دكتور احمد فاروق ميرا. النهارده هنتكلم على الشريان السباتي وعلاج الشريان السباتي وضيق وانسداد الشريان السباتي. هو الشريان السباتي لما بيحصل فيه ضيق، هو الضيق ده بيبقى ناتج عن تصلب الشرايين، وتصلب الشرايين ده بيبقى عباره عن فوكال ليجن، يعني جزء صغير كده مقفول بيخلي سادد جزء كبير من الشريان. وتصلب الشرايين ده بيخلي جدار الشريان بدل ما هو ناعم الدم بيتزحلق عليه بيبقى زي خشن كده شويه، فبيترسب عليه جلطات صغيره. انا بحاول اشرح بطريقه سهله عشان الساده المشاهدين يفهمونا. وما بترسب عليه الجلطات الصغيره دي بيجي الدم يتدفق من حته واسعه لحته ضيقه لحته واسعه تاني، فبيحصل تيربلنس للفلو زي دوامات، بدل ما هو ماشي بتدفق سريع خطي يحصل دوامات بتحرك العكر اللي هي بتحرك الجلطات الصغيره اللي على الجدار، تعمل جلطات في المخ على حسب هي واخده فين والجزء ايه وبتعمل ايه. يحصل الاثار يا اما ضعف في جزء من الجسم، يا اما زغلله، يا اما دوخه، يا اما ستاره سوداء على عينيك. والحالات دي بنسميها ترانزيانت اسكيميك اتاكس او قصور منذر او قصور مؤقت في الدوره الدمويه المخيه نتيجه جلطات صغيره بتاثر على الجزء ده. وده انذار من ربنا، نبتدي نشوف ايه اسباب الجلطات دي، ودي نعمه كبيره انها بتبقى انذار. وطبعا لو حاجه كبيره بتبقى عامله شلل او شلل نصفي، فاحنا بنقول ان الانذار ده نعمه من ربنا عشان نبتدي نبحث ونمنع حدوثه او تكراره. وكل عام وانتم بخير.